قصتنا النهارده بتبدأ في أمريكا، وبراندون بيصحى مفزوع في بيته المتنقل اللي عايش فيه جنب المطار، وبيتصدم من الكابوس المرعب اللي لسه شايفه، لأنه بيشوف بنت غريبة بتغرق في المية وبتفضل تنزل لحد ما بتختفي تماما في الأعماق. ولما بيركز في الساعة بيكتشف إنه متأخر جدا على الشغل، فبيقوم بسرعة يجهز نفسه وبيستعد علشان يتحرك. وبنعرف إنه بيشتغل حارس أمن ولازم يكون موجود في الميعاد المحدد ليه يا إما هيترفد. وفي نفس الوقت بنشوف شاب اسمه جاد واقف مستني حبيبته مع صاحبه كايل، وبنفهم ان هما الثلاثه كانوا مخططين يسافروا منتجع في كابو. واول ما افا بتوصل بتحذرهم ان الحارس الشخصي بتاعها براندون هيكون معاهم في الرحله، وطبعا بتكون متضايقه جدا من الحوار ده، وبتحكي لهم ان باباها عمره ما بيوافق انها تسافر من غير حراسه، وده بسبب شغله في السياسه وان ليه اعداء كتيره. وبيتضايق جد جدا من موضوع الحارس ده، وبيقول لها انهم مش محتاجينه اصلا، وان المنتجع من جوه مؤمن بالكامل ومستحيل اي حد يقدر يأذيها. وفي اللحظه دي باباها بيتصل بيها وبتتشغل معاه، فبيستغل كايل الفرصه وبيبدا يضايق براندون بالكلام، وبيساله هو ليه واخد الموضوع جد قوي كده. وفي المقابل براندون بيتصرف بكل هدوء وبيشرح له انه لازم ياخد كل حاجه حواليه جد جدا، وده لانها ممكن تكون تهديد لحياته. وبيحاول براندون يثبت له قد ايه هو شاطر في شغله، وبيوصف له بالتفصيل الناس اللي معديه في المطار. وكايل بينبهر باحترافيته وان عنده قوه ملاحظه رهيبه. وبعد شويه الكل بيتجمع علشان يستعدوا لركوب الطياره، والموظف اللي واقف بيتعرف على افا من اسمها وبيقول لها انه انتخب ابوها وانه بيحبه جدا. وفي الناحيه التانيه من المطار مارتي وهانك بياخدوا شنطهم من السير ومعاهم حفيدتهم روزا، وبتصمم تاخد الدبدوب بتاعها معاها على الطياره لانها متعلقه بيه جدا. وقبل ما يطلعوا على السلالم الجده بتقول انها هتقابلهم عند السلم، وبتطلب منه يسبقوها لانها تعمل حاجه ضروري الاول. وعلشان كده روزا بتكمل مع جدها لوحدهم، وبيفضل طول الطريق يحكي عن ايام الجيش واللي كان بيمر بيه هناك لانه كان ضابط حرب. وللاسف ما بتكونش مركزه خالص غير في كلام جدها، والدبدوب بيقع من الشنطه على الارض وبتكمل في طريقها عادي جدا. في الوقت ده جيد وكايل بيروح يركبوا مع افا، وبتبدا افا تتضايق جدا منهم، وده لانهم طول الوقت بيتكلموا عن الجامعه والدراسه، وبتتخانق معاهم علشان يتكلموا في حاجه تانية. وبتشوف الدبدوب واقع على الارض وبتكسل تنزل تجيبه، وبتمشي وبتسيبه في الاخر، وبتتعب جدا من كلام صحابها وبتسبقهم وبتمشي لوحدها. وفي نفس الوقت ده روزا بتكتشف انها فقدت لعبتها المفضله، وبتتخض وبتجري تدور عليها. وفجاه وهي بتجري بتخبط في افا بالغلط، والقهوه بتقع على الجاكيت بتاعها، وبتتضايق افا وبتتعصب اكتر وبتزعق كمان مع البنت جامد. وطبعا البنت بتخاف وبتجري على جدها وهي بتعيط. وفي اللحظه دي افا بتحس بالذنب علشان زعقت لها، فبتقرر ترجع لها الدبدوب وتصالحها وتعتذر كمان. واول ما روزا بتشوف الدبدوب بتفرح جدا وبتشكر افا انها لقته. وبعد كام ساعه الكل بيركب الطياره، وروزا بتتكلم مع مضيف على الطياره لطيف جدا اسمه دانييلو، وبيأكد لها انها هتعدي بمغامره كبيره هي والدب بتاعها وانها هتتبسط معاهم جدا. ولما براندون بيشوف ان افا رايحه تقعد في الدرجه الاقتصاديه بيبدا ينصحها، وبيقول لها ان دي مش المقاعد المخصصه ليهم. وطبعا هي بتحاول تعمل مشكله معاه وخلاص على اي حاجه، وبتقول له ان الرحله فاضيه فممكن يقعدوا في اي مكان ومش لازم تلتزم بالقواعد. فبيسيبها تقعد جنب جاد وكايل وبيستسلم للامر الواقع. وفي المقابل هم بيفضلوا يتريقوا عليه وبيتكلموا معاه بطريقه وحشه جدا، وبالرغم ان براندون بيتضايق من كلامهم ولكن ما بيردش عليهم خالص، وبيتجاهل كل ده وبيروح يقعد في مكانه. ولما الطياره بتبدا تتحرك طاقم الطياره بيشرح تعليمات الامان، وكايل بيقعد يضحك على دانييل وهو بيشرح وبيتريق على كل الحركات اللي بيعملها بالمعدات. وبعدين بيحاول يخوف صحابه وبيقول لهم ان الطياره فيها مشاكل فنيه وعلشان كده مفيش ركاب كتير. وطبعا جيد بيحاول يهدي افا لانها بتخاف بسرعه وممكن تصدق الهبل ده، وبيشرح لها ان الطياره فاضيه علشان وقت السفر اللي هم اختاروه حلو وطول الوقت بيكون فاضي، وان المطارات هتتزحم بعد شويه وده العادي اساسا. وفجاه وهم بيتكلموا بتحصل هزه خفيفه في الطياره ومحدش بيحس بيها، وبعدها بكام دقيقه روزا بتاكل الحلويات اللي جدها وجدتها جابوها لها وبتكون مبسوطه جدا بيها وبتشاور لافا من بعيد. وفي اللحظه دي مارتي بتلاحظ ان في طيور خبطت في المروحه وبتحس ان في حاجه غريبه بتحصل، والطياره بتبدا تتهز اكتر والناس بتبدا تحس وتقلق جدا. وفي المقابل الطاقم بيلف عليهم كلهم وبيحاول يسيطر على الوضع على قد ما يقدر، وبيطمنوهم ان مفيش اي مشاكل. ودانييلو بيطمن الركاب وبيهدي افا. وبعدها بكام دقيقه روزا بتبص من الشباك وبتتخض لما بتشوف المراوح بتاعه الطياره بتولع. ولما الطياره بتبدا تقع بالكامل الوضع بيخرج عن السيطره، وبيحاول الطيار يهدي الركاب وبيطلب منهم يربطوا حزام الامان، وبيطلب من طاقم الطياره ييجوا الكابينه علشان ياخدوا تعليمات خاصه علشان يعرفوا يتصرفوا مع الوضع الغريب ده. وفجاه جزء ضخم من المروحه بيتفصل وبيتحدف بقوه على جسم الطياره وبيتكسر جنب كامل من الطياره وبيعمل فتحه ضخمه في الهياكل، والهواء بيتسحب بعنف لبره. وبسبب فرق الضغط الرهيب اللي بيحصل ناس كتير بتتسحب من مقاعدها بقوه، والطياره بتبدا تتفكك حته ورا الثانيه، والكل بيحاول يتمسك باي حاجه حواليه
حواليه. وطبعا خلاص كل ده مفيش منه اي فايده، وعدد كبير جدا من الركاب بيقعوا بره الطياره وبيموتوا بطريقه بشعه جدا. وبعدها بكام ثانيه الطياره بتقع في قلب المحيط، وبسبب الصدمه اغلب الناس بيموتوا. وفي نفس الوقت براندون بيتصاب بقطعه حديد كبيره وحالته بتكون وحشه جدا. في نفس الوقت الكراسي كلها بتتجمع فوق بعض، وبسببها بيموت عدد اكبر من الناس اللي لسه عايشه. وبعد الصدمه الكبيره دي آفا بتبص حواليها وبتعرف ان كايل دراعه اتقطع. وفي خلال كام دقيقه الطياره بتبدا تغرق وتنزل لتحت اكتر في الاعماق، والثلاثه بيفهموا انهم محبوسين على عمق مئات الامتار، وانهم بعيد جدا عن السطح، وكمان حواليهم صخور من كل اتجاه تحت الميه. وفي الوقت اللي بيحاولوا يستوعبوا اللي حصل معاهم بيظهر دانييلو وبيقول لهم انه كان مستخبي في اوضه الطاقم، وعلشان كده هو لسه عايش لحد دلوقتي. وفي اللحظه دي بيبداوا يسمعوا اصوات جايه من الميه، ودي حاجه بترعب جدا. وفي الاخر بيكتشفوا ان ده براندون وانه لسه عايش، وكمان انقذ روزا ومارتي باعجوبه وجابهم معاه. وبيحاول يشيل القطع المعدن من جسمه بسرعه ويوقف النزيف بتاعه علشان يقدر يكمل. في نفس الوقت ده دانييلو بيستخدم كل خبرته في الاسعافات الاوليه علشان يحاول ينقذ الست اللي مغمى عليها. ولما روزا بتسال على جدها براندون بيقول لها انه مات بتتصدم، وبتزعل عليه جدا وبتفضل تعيط هي وجدتها. وبعدها براندون بيحاول يهدى علشان يفكر في طريقه يخرجهم بيها من هنا وينقذ حياتهم من الموت، وبيقول للكل انهم لازم يهدوا. وبيطلب من دانييلو يروح يشوف الجزء الخلفي من الطياره علشان يتاكد انها مش هتتفك وانهم في امان ولو لفتره مؤقته. وكمان بيشرح انهم دلوقتي في فقاعه الهواء والطياره شكلها موجوده فوق الصخور، وده ممكن يديلهم وقت يفكروا ازاي يهربوا قبل ما ينزلوا في القاع اكتر. وبيحاول دانييلو يطمنهم وبيقول لهم ان الطيارين كانوا تواصلوا مع برج المراقبه قبل ما الطياره تقع، واكيد فريق الانقاذ بدا يدور عليهم وكلها مساله وقت وهيلاقوهم. والمشكله الوحيده اللي قدامهم ان الاكسجين بيخلص وممكن يموتوا من الخنقه. ولما بيبصوا على اسطوانات الاكسجين دانييلو بيكتشف انها فاضيه، وده لان زميلته ما غيرتهاش للاسف، ودي مشكله كبيره. وفي اللحظه دي مارتي بتفتكر ان في راكب كان معاه اسطوانه اكسجين علشان حالته الصحيه، ومن غير تفكير براندون بيقرر يروح يجيبها بنفسه. وبتطلب الجده منه كمان يجيب طاقيه جوزها اللي مات لانها حابه تحتفظ بيها. وبراندون بيبص لها بطريقه وبيطمنها انه هيحاول يجيبها، وقبل ما يمشي بيقول لهم انه هيعالج جروح كايل لما يرجع، وبيطلب منه يستحمل شويه ومحدش يتحرك من مكانه. وبيبدا براندون يعوم في ممرات صعبه جدا وفي الجزء اللي غرقان من الطياره، وطبعا بيعرض حياته للخطر علشانهم. وبعد ما بيجمع الحاجات اللي محتاجها بيستعد علشان يرجع بسرعه، وللاسف ما بياخدش باله ان في قرش ماشي وراه وبيستنى اللحظه المناسبه وبيهجم عليه وبيعضه بكل وحشيه. وبعدها بثواني آفا بتشوف براندون طالع من الميه وبيسلمهم كل الحاجه اللي معاه، وبيقول لها انها لازم تكمل لوحدها لانه للاسف مش هيقدر يطلعها من هنا. وبتفهم آفا انه مصاب اصابه خطيره وبتزعل عليه جدا. وقبل ما تقرب منه القرش بيشده لتحت، والكل بيتصدم وبيخاف وبيشوفوه بيتاكل قدام عينيهم. وطبعا من بعدها كلهم بيعرفوا انهم في خطر، ولو فضلوا مكانهم القرش هيجي يخلص عليهم واحد ورا التاني. فبيجروا يستخبوا في اوضه الطاقم بسرعه، ولان مارتي اكبر واحده فيهم بتحاول تهديهم شويه وبتقول لهم انهم لازم يفضلوا مكانهم لحد ما فريق الانقاذ يوصل. وبتطلب من دانييلو يجيب شنطه الاسعافات علشان تعالج الكسر الكبير في دراع كايل، وبيقفوا كلهم يساعدوها. وبتديها آفا مجله كانت بتقرا فيها علشان تستخدمها في علاجه بما ان مفيش اي موارد تانية حواليهم. وبعد ما بتظبط العظم مكانه مارتي بتربط الجرح، والوضع بيكون صعب جدا عليه. وفي الوقت ده ابو آفا بيقلب الدنيا عليها، ولما بيعرف اللي حصل في الطياره بيبعت فريق كامل من الجيش يدور عليها في كل مكان. ولسه لحد دلوقتي فرق الانقاذ مش قادره تلاقي الطياره، وبيفضل الناجين قاعدين مستنيين جوه الكابينه وخوفهم كل شويه بيزيد اكتر واكتر. وبيستغرب دانييلو ازاي مارتي عندها خبره كبيره في الاسعافات الاوليه، ولما بيسالها بتقول له انها قضت سنين كتيره شغاله مسعفه عسكريه وقت الحرب، واتعرفت على جوزها هانك في الحرب وحبوا بعض جدا. وفجاه هما بيتكلموا الميه بتبدا تتحول للون الاحمر والدم بيملأ المكان كله، وبيعرفوا ان القروش بتاكل الجثث اللي في الطياره. والمشهد بيكون مقرف ومرعب في نفس الوقت. واول ما آفا بتحس ان روزا مرعوبه بتزعل عليها جدا وبتحاول تهديها باي طريقه، وبتقول لها ان فريق الانقاذ بيدور عليهم وانهم قريب جدا هيرجعوا لبيوتهم. وفي نفس الوقت الجيش بيكمل عمليات البحث في كل مكان، والمدير بيطلب منهم يفضلوا في المكان لحد ما يلاقوا اي دليل على موقعها وما يتحركوش من مكانهم مهما حصل. وبتتصدم آفا لانها بتلاحظ ان الميه كل شويه بتزيد اكتر، وبتقول ان قدامهم حوالي 4 ساعات بالكتير وبعد كده هيغرقوا كلهم تحت الميه. وللاسف جاد بيسمع اصوات جايه من جسم الطياره، وساعتها بيعرف الحقيقه المره وبيقول انهم ممكن يموتوا قبل كده بكتير. وبيشرح ان الطياره جدارها مصنوع من الالومنيوم وخفيف جدا ومش زي الغواصات اللي تقدر تتحمل الضغط اللي عليها تحت الميه. وقبل ما يفكروا هيتصرفوا ازاي دلوقتي الطياره بتبدا تتحرك تاني وبتنزل بيهم في المحيط اكتر، ومن حظهم الحلو انها بتقف فوق منحدر ضخم، ودي الحاجه الوحيده
الوحيدة اللي بتخليهم لسه عايشين لحد دلوقتي، وطبعا ما بيكونوش عارفين انهم شوية وهيقعوا بالطيارة من مسافة كبيرة جدا وهينزلوا في الأعماق أكتر وأكتر. وبتقعد آفا تفكر مع نفسها وبتشوف انهم لازم يحاولوا يعوموا ناحية الفتحة اللي في الطيارة ويخرجوا منها في أسرع وقت ممكن بدل ما يغرقوا أكتر معاها ويموتوا في الآخر. وطبعا جيد بيشوف انها فكرة خطيرة لانهم متحوطين بقروش من كل اتجاه والموضوع هيكون صعب جدا عليهم. وبتشرح له آفا انهم لازم يلاقوا طريقة يشتتوا بيها القروش دي لحد ما يوصلوا للفتحة. وساعتها روزا بتتدخل في الكلام وبتقول لهم ان القروش بتكره الفقاقيع وبتخاف جدا منها ودي حاجة ممكن تشتتهم بيها. وفي المقابل كايل بيزعق وبيشوف انهم ما ينفعش يسمعوا كلام طفلة في موقف زي ده ويعرضوا حياتهم للخطر بكل سهولة كده. وفجأة كايل بيفتكر ان كان في 2 غواصين راكبين الطيارة معاهم وبيقترح انهم يحاولوا يجيبوا اسطوانات الاكسجين اللي كانت معاهم. وبيحاول دانييلو يشرح لهم انهم ممكن يوصلوا لمكان الشنط من فتحة في الكابينة بسهولة وساعتها ياخدوا اسطوانات الاكسجين ويرجعوا تاني بامان. وبيخاف للاسطوانات دي تكون فاضية وكل مجهودهم ده يروح على الفاضي. وفي المقابل آفا بتشوف انهم لازم يستخدموا البدلات بتاعة الغوص والاقنعة اللي معاهم علشان يوصلوا للسطح. وبيخاف جيد جدا من الخطة دي وبيشرح ان حتى لو معاهم المعدات كلها والخطة مشيت مظبوط مش هيقدروا يطلعوا للسطح وده لان الاكسجين هيخلص بسرعة. وكلامه ده بيوتر آفا اكتر وبتحاول على قد ما تقدر تمسك نفسها وبتطلب منهم يفتشوا كل الشنط اللي حواليهم وبتسيبهم وبتدخل الحمام وبتعيط لانها مش عارفة تعمل ايه. وفي الوقت ده جيد وكايل بيلاقوا نظارة غطس في شنطة وبيفرحوا بيها جدا وللاسف بيكسروها بالغلط ودي حاجة بتخليهم يحبطوا اكتر. وفي نفس الوقت ده واحدة من فرق الانقاذ بتشوف شوية حطام للطيارة في المحيط وبتفهم ان الطيارة وقعت في المكان ده. ولما بيلاحظوا ان مفيش اي ناجين طلعوا للسطح بيبلغوا القاعدة بكل اللي حصل. والكابتن بيكتشف ان الوقود اللي معاه خلاص بيشطب ولازم يرجع في اسرع وقت ممكن فبيقرر يعمل بحث سريع لمدة 15 دقيقة حوالين المنطقة يمكن يلاقي اي ناجين ويساعدهم قبل ما يمشي. وفعلا بيبداوا يدوروا في المكان كله وبيبعتوا 2 غواصين يدوروا على الطيارة وبعد ثواني الغواصين بيلاقوا الطيارة في اعماق المحيط. ولما بيشوفوا انوار جوه الطيارة بيقربوا اكتر منها علشان يتاكدوا لو في ناجين. وفي اللحظة دي روزا بتشوفهم وهم بيقربوا والكل بيتحمس وبيحسوا انهم اخيرا هيخرجوا من هنا بعد كل ده. وبيقف واحد من الغواصين قدامهم علشان يطمنهم وبيطلب من زميله يدخل جوه الطيارة علشان يجيبهم. وللاسف قبل ما يلحق يبلغ باقي الفريق الناجين بيشوفوا قرش جاي من وراه فبيحاولوا يحذروه ولكن مفيش اي فايدة. وبعد ثواني القرش بيهجم عليه وبياكله قدام عينيهم بكل وحشية. وفي نفس الوقت الطيار فوق بيعرف ان الوقود خلاص بينتهي ولازم يتحرك فبيبلغوا القاعدة باللي حصل وانهم لازم يرجعوا دلوقتي وبيطلب منهم يبعتوا طيارات اكتر للمنطقة دي يدوروا فيها. وبعد اللي حصل آفا بتتوقع ان جثة الغواص التاني ممكن تكون قريبة من الباب وبتطلب من جيد يجي معاها علشان ياخدوا اسطوانة الاكسجين اللي معاه ويستفيدوا بيها احسن بدل ما يفضلوا قاعدين مكانهم. وبتنزل الاول تبص في الممر كله تحت المية علشان تتاكد ان الدنيا امان وبتقول لهم انها شايفة الاسطوانة بتاعة الاكسجين قريبة جدا منهم وبتفرح وبتتحمس قوي علشان تروح تجيبها. وللاسف في نفس اللحظة دي جيد بيتزحلق وبيقع في المية بالغلط وما بيكونش قدامه اي فرصة يرجع تاني لان القرش بيهجم عليه وبيعض رجله وبيفضل يصرخ من كتر الالم لحد ما آفا ودانييلو بيقدروا يسحبوه بسرعة. ولما بياخدوه وبيرجعوا بيه للأوضة بيكتشفوا ان رجليه اتقطعت بالكامل وحالته بتكون وحشة جدا. ومن كتر ما المشهد مرعب مارتي بتطلب من روزا تبعد وتقعد ورا الستارة علشان ما تشوفش اللي بيحصل ولا تشوفه وهو بيتألم وبتأكد عليها ما تقربش من المية خالص. وفي الوقت ده دانييلو بيروح وبيجيب حزام من واحد من أدراج الكابينة وده بيساعد مارتي تعمل رباط ضغط على رجل جيد وتحاول توقف النزيف بتاعه شوية. وطبعا جيد بيقول لهم انه مش حاسس برجله فبتضطر مارتي تصارحه بالحقيقة وبتقول له ان رجليه اتقطعت من تحت الركبة ودي حاجة طبعا بتخليه مصدوم وبيفهم ان كل احلامه انتهت لانه كان رياضي وبيستعد علشان يشارك في البطولة السنة دي. وبعد ما الدنيا بتهدى شوية آفا بتطلب من دانييلو يفتح مكان الشنط وبعد ما بتاخد واحدة من الشعلات بتقرر تنزل تدور على شنطة الغواصين زي ما كانوا متفقين من الاول وبتحاول تاخد بالها كويس قوي طول الطريق لانها بتعوم في مكان خطير جدا. وللاسف ما بتشوفش القرش اللي ماشي وراها وبعد تدوير ومجهود بتقدر تلاقي شنطة الغواصين في الاخر بس بتحس فجأة ان في حركة في المية وبتتخض جدا وبتهدى لما بتعرف انه مجرد اخطبوط وبترجع لهم في الاخر ومعاها الشنطة. ولما بيشوفوا المعدات بيكتشفوا انها تكفي 4 اشخاص بس ودي مشكلة بالنسبة لهم لانهم اكتر من 4. وبيتكلم كايل مع آفا وبيحاول يشرح لها بكل هدوء انهم مش هيقدروا ياخدوا جيد معاهم وده لان حالته ساءت اكتر. وبترفض آفا تستسلم للامر ده وبتفضل تعيط وبتتحايل على جيد يمسك نفسه شوية لحد ما يخرجوا من هنا وبتقول له انهم بعد ما يخرجوا من هنا هيسافروا لألاسكا سوا زي ما كانوا بيحلموا ومتفقين مع بعض. وللاسف جيد بيقول لها ان ده مش ممكن وده لانه عارف ان كلها مسألة وقت وهيموت فعلا. وفجأة هما بيتكلموا بياخدوا بالهم ان في حاجة ضخمة بتتحرك حوالين الطيارة من بره
الطيارة وبيقفوا يتفرجوا من شباك الأوضة اللي هم فيها. وفي اللحظة دي مارتي بتكتشف إن جيد مات وبتقول لآفا وهي بتعتذر إنها ما قدرتش تنقذه. وطبعا آفا بتنهار وبتحاول ترجعه للحياة وبتنعش قلبه أكتر من مرة ولكن مفيش أي فايدة وبتفهم إنه فعلا خلاص مات. ودانييلو بيحاول يهديها على قد ما يقدر. وفي اللحظة دي آفا بتحس إنها فقدت كل الناس اللي بتحبهم فجأة وبتبدأ تعيط وبتنهار تماما. وفجأة الطيارة بتبدأ تقع لتحت أكتر والوضع بيسوء جدا عن الأول وده بيخلي الكابينة الأمامية تنفصل عن باقي الطيارة وتفضل لوحدها في جزء تاني. وبتفهم آفا إنها في خطر بجد المرة دي ولازم تتصرف وبتقول لهم إن مستوى المية بيزيد بسرعة وإنهم لازم يسيبوا المكان فورا قبل ما يغرقوا بالأوضة اللي هم فيها ولأنهم ما عندهمش أي حل تاني بيعتمدوا على فكرة روزا في تخويف القروش وبيقرروا يعملوا فقاقيع بالسترات اللي معاهم. وطبعا كايل بيبقى مرعوب وبيقول إن الخطة دي مش هتنفع وواثق إنهم هيفشلوا وبيحكي إنه لما كان صغير كان بيعوم مع أبوه وفي يوم حصلت له حادثة بشعة جدا ومش قادر ينساها لغاية دلوقتي ومأثر عليه. وبيحكي إنه فجأة لقى نفسه بيغرق وحاول يكتم نفسه لحد ما باباه يجي وينقذه وده لأنه كان واثق إنه مش هيسيبه أبدا. بس اتصدم في الآخر إن باباه كان واقف بيتفرج عليه وما حاولش كمان يساعده وقدر يطلع من تحت المية بالعافية بعد ما أخد درس حياته. وفي المقابل آفا بتحاول تهديه وبتوعده إن الموضوع يكون سهل عليهم وكل المطلوب منه إنه يركز ويثق فيها وبس. وكايل بيقرر يصدقها بما إن مفيش قدامه أي حل تاني. وفي الوقت اللي هما بيستعدوا فيه علشان يتحركوا الكابينة بتبدأ تنهار أكتر وتتهز بيهم جامد والجزء الأمامي من الطيارة بينفصل أكتر عن الباقي وحياتهم بتكون في خطر أكتر من الأول بكتير. والغريب إن مارتي بتقول لهم إنها مش محتاجة بدلة غطس وده لأنها بتعرف تعوم كويس جدا واخدة كمان جوائز في السباحة. وبعد ما بيتأكدوا إنهم خلاص جاهزين آفا بتودع حبيبها للمرة الأخيرة وبتاخدهم وبتبدأ تتحرك. وفي اللحظة دي الكابينة الأمامية بتقع بالكامل وبتلاحظ آفا إن باقي جسم الطيارة كمان هيقع فبتبدأ تدي تعليمات للكل علشان يلتزم بيها ويكونوا في أمان وبتشرح إنهم لازم يفضلوا هاديين وهم بيهربوا وإن معاهم أسطوانتين أكسجين بس واحدة منهم هتكون لروزا لوحدها والتانية هيتشاركوا فيها كلهم مع بعض. وبتلاحظ مارتي إن حفيدتها مرعوبة وبتحاول تهديها بكل الطرق وبتقول لها إن هانك هيحميها مهما حصل وده لأن أكيد روحه معاها ومستحيل يتخلى عنها أبدا وإنهم هيوصلوا للسطح بأمان ويرجعوا لبيتهم مرة تانية. وبتتكلم مارتي مع آفا وبتطلب منها تحمي روزا بأي ثمن وده لأنها عارفة إنها هتبقى عبء عليهم لو حاولت تخرج معاهم. وبتقرر تفضل مكانها وتقابل مصيرها لوحدها وبالرغم إن آفا مش موافقة على اللي هي بتعمله ولكن بتضطر تريحها في الآخر لأن مفيش أي وقت تاني قدامهم. وقبل ما روزا تمشي جدتها بتقول لها تفضل هادية وإن آفا والدبدوب هيكونوا معاها طول الوقت وهيحموها من أي حاجة ممكن تحصل. وبتتوتر آفا وبتفهم إنهم لازم يتحركوا حالا وخلاص مفيش وقت قدامهم وبتطلب من روزا ما تشغلش سترة النجاة غير لما يخرجوا بره أو حتى مثلا لو شافوا قرش. وفعلا روزا وآفا بينزلوا الأول ومعاهم دانييل وكايل وللأسف مارتي بتحس إنها مش هتقدر تكمل فبترجع لورا وبتقعد على الأرض. وقبل ما المية تغطيها بتطلب من هانك يحمي حفيدتهم اللي بيحبوها. وفي نص الطريق كايل بيتخض وبيحاول يرجع لورا تاني وبيحس إنه مش هيقدر يكمل وساعتها القروش بتهاجمه وبتخلص عليه بسرعة وبكل وحشية فبيضطر دانييلو يكمل طريقه بما إنه خلاص بقى لوحده وبيشرح لآفا كل اللي حصل. وطبعا بتزعل على صديقتها جدا بس بتضطر تكمل للآخر وبياخدوا الأسطوانات وبيستعدوا للخروج هما الاتنين ومعاهم البنت الصغيرة. وبيروح دانييلو يقف بره ومعاه روزا وبعد ما بيدي آفا نفس أخير من الأكسجين بيشدوا حبال السترات وبيبدأوا يطلعوا لفوق. وللأسف قبل ما آفا تهرب هي كمان في قرش بيظهر قدامها وبيستعد علشان يهجم عليها وفجأة بيغير رأيه وبيروح ناحية جثة كايل بدل ما يهاجمها. وفجأة آفا بتلاحظ إن في قروش كتيرة بتقرب عليها فبتحاول تعوم ناحية الفتحة اللي قدام لأن مفيش أي طريق تاني تهرب منه. وبتتصدم إن الطيارة بتبدأ تقع أكتر وبتتسحب لتحت وبتحاول تعوم بأقصى سرعتها وبتلحق تخرج في آخر ثانية قبل الطيارة ما تقع في الأعماق وبتنقذ نفسها من الغرق بأعجوبة. وللأسف بسبب كل اللي حصل معاها سترة النجاة بتبوظ وما بتقدرش ترفعها لفوق وفي الآخر بيغمى عليها من قلة الأكسجين وبعدها بكام ثانية جسمها بيطلع للسطح تاني لوحده وبتقوم فجأة لأنها بترجع تتنفس تاني على السطح. وبتتصدم لما بتبص حواليها وبتلاقي الدبدوب طافي على المية وبتكتشف إن روزا ودانييلو مش موجودين وبتخاف عليهم جدا وبتفضل تدور في كل مكان. وفي اللحظة دي بتظهر طيارة في السماء وبينزلوا حبل علشان يسحبوها لفوق وينقذوها وما بتهداش ولا بتستريح إلا لما بتعرف إنهم أنقذوا روز ودانييل كمان وأخيرا هم الثلاثة بقوا في أمان. وبتتصدم روزا وبتعيط لما بتعرف إن جدتها مش معاهم وإنها ماتت وبتحضن آفا وبتشكرها علشان كانت بتحميها طول الوقت. ولما بتفكر في جدها وجدتها بتقرر تسيب معاهم أغلى حاجة عندها ألا وهو الدب بتاعها وفعلا بتودعه للمرة الأخيرة وبترميه هو كمان في المحيط. وطبعا محدش منهم بيستوعب إنه هيرجع لبيته عادي كده بعد كل اللي مروا بيه ده وما بيصدقوا أخيرا إنهم يرجعوا للمدينة تاني بسرعة. ولحد هنا بتنتهي
تنتهي أحداث قصتنا النهاردة. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة. سلام.